كل اللي حواليك، امك، ابوك، صحابك، في يوم من الايام مش هيكونوا موجودين، وانت كمان مش هتكون موجود. السؤال الحقيقي بقى مش امتى هتموت، السؤال الحقيقي ايه اللي هنسيبه بعدنا وايه اللي هناخده معانا. في دراسه اتعملت على مرضى السرطان الناجين، اكتر من 60% قالوا ان التجربه دي غيرت حياتهم بالكامل، قربتهم من الناس اللي بيحبوهم وخلتهم يعيدوا ترتيب اولوياتهم بالكامل. الالم هنا علمهم ان العمر اقصر بكتير من اننا نضيعه في شويه تفاهات. تجربه تانية لجامعه هارفارد على مرضى عاشوا تجربه قريبه جدا من الموت. الباحثين لقوا ان اكتر شيء فضل محفور في دماغهم مش لحظه الالم، لكنها كانت لحظه الندم. ندم على وقت ضاع، احلام ما بدأوش فيها، وحاجات كانوا فاكرين انها مهمه جدا وطلعت ولا تسمع. ستيف جوبز نفسه قال لك انه تذكره لفكره الموت كانت اكتر حاجه بتساعده انه ياخد قرارات جريئه، لانه ادراك النهايه هنا بيحررك من التفاهات وبيخليك تركز في اللي فعلا يستاهل. بس خد بالك، الخوف من الموت ليه طريقين مالهمش تالت. يا اما يشيلك فتعيش حياتك كلها في امان زائف، يا اما يحركك تبني اثر، عمل، علم، ذكرى حلوه للناس اللي عايشين معاك، زي ما الناس اللي فارقوك سابوا لك ذكرى حلوه ولسه زعلان عليها. فالخلاصه انك هتسيب كل حاجه، فلوسنا وبيوتنا، كل حاجه، واللي هناخده معانا هو اثرنا، كلمه طيبه، فعل نافع، قرار شجاع. فاسال نفسك، ايه الحاجه بقى اللي لو مشيت دلوقتي هتمنى تكون بدأت فيها من بدري؟ سلام.